إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، مع آخر مشهد من مشاهد يوم القيامة، ألا وهو المرور على الصراط، ومن ثم إما يوبغ أحدهم في نار، وإما أن يرحمه الله عز وجل بجنات عرضها السماوات والأرض. عباد الله، اعلموا أنه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله عز وجل. لا يمكن أن تكون هناك راحة حتى تلقى الله عز وجل. أما من حين ولدنا إلى أن نموت، إلى أن نبعث، إلى أن نعرض للحساب، يبقى الإنسان خائفا وجلا حتى يخلف جسر جهنم وراء ظهره. أجاز الله بي وبكم الصراط. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني مشقة وضنك من هذه الحياة. فإذا تكاثرت همومك فاجعلها هما واحدا، ألا وهو هم الآخرة، لأنه في هذا الزمن أصبح هم الآخرة آخر الانشغالات، بل هناك أقوام لا هم لهم في الآخرة. عباد الله، إن الله تعالى وضع لنا صراطين، صراط في الدنيا وصراط نصب على ظهر جهنم يوم القيامة. فمن اجتهد في صراط الدنيا وثبت عليه ثبته الله على صراط الآخرة. قال تعالى موصيا عن هذا الصراط الذي نصبه في الدنيا، موصيا باتباعه، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولا يخالفن أحدنا بقوله فعله، فإننا والله نسأل الله تعالى في اليوم 17 مرة أن يجعلنا في صراطه المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. وإذا لم يتبع العبد الصراط الله فما الذي وسعه هو هواه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا طويل، ثم قال: هذا سبيل الله، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، خط مستقيم وخطوط هكا من فوق وخطوط من تحت، ثم قال: هذه سبل، وهذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله: وأن هذا صراط مستقيما. يعني الضمير في هذا اسم الإشارة، هذا يدل على القريب. ما قالش وأن ذلك تفيد الإشارة للبعيد. أما وأنه قال هذا فيدل على أن هذا الصراط واضح بين جلي لكل الناس. إنه القرآن يوصي باتباع الصراط الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وينهى عن الانحراف عنه. والقرآن ينذر بهلاك المنحرفين، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما صراط الآخرة فهو كما وصف لكم من قبل، جسر على ظهر جهنم وبقبالته الجنة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بلغني، والحديث في صحيح البخاري،
بلغني أن الجسر أي الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، وما من أحد عباد الله إلا سيجاوز هذا الصراط، فإما ناج وإما هالك والعياذ بالله في قعر جهنم، ولا يثبت على الصراط أو لا يجاوزه إلا من ثبته الله تعالى. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقادع بهم جنبتا الصراط تقادع الفراش في النار فينجي الله برحمته من يشاء. وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم ويؤذن له وترسل معه الأمانة والرحم. ربي عز وجل يرسل الأمانة والرحم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبعانه إلى هذا الجسر وإلى هذا الصراط، فيقومان أي الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، من الأمانة ومن الرحم، وانت يعني ستمر يعني بين جنبتي الصراط يمينا وشمالا. فمن كان واصلا لرحمه يبقى حاله مع الأمانة هل أداها، فإن أداها مر بخير. وأما من كان قاطعا لرحمه مضيعا للأمانة تقذفه الرحم من هنا والأمانة من هناك. فاتقوا الله عباد الله في أرحامكم، قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اتقوا الله في أرحامكم، زوروا أرحامكم، أعمامكم، أخوالكم، خالاتكم، عماتكم، زوروا رحمكم. واتقوا الله في الأمانات، قال تعالى: إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو يصف أحوال المارين على الصراط فقال: فيمر أولكم كالبرق. ألم تروا إلى البرق كيف يمر؟ البرق الرعد البرق. ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم يمر كالريح، ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم. ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: سلم يا رب سلم، حتى تعجز أعمال العباد. ما معنى ذلك؟ معنى أن الذي جعل هذا يمر كالبرق وهذا كالريح وهذا كالطير إنما هي الأعمال. فأعمال العباد هي التي تساعد وتدفع بصاحبها حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا أو حبوا، فيقول: يا رب لما أبطأت بي؟ كيفاش هذاك مر يجري وهذا كالصراط يعني مرة كالريح، لماذا أبطأت بي يا ربي؟ فيقول له ربه: لم أبطأ بك يا عبدي، إنما أبطأ بك عملك. أنت كنت بطيئا في العمل في الدنيا، كنت متثاقلا عن الصلاة، كنت متثاقلا عن الزكاة وعن الصدقة وعن صلة الرحم، فهذا مقامك اليوم. فكما كنت بطيئا في طاعة الله فتسير بطيئا على هذا الصراط. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكتوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم ل70 خريفا. عباد الله، آية من القرآن أبكت وأسهرت خير الناس من الصحابة والتابعين هي قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم إلا واردها يعني جهنم، ما كانش تخيير. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. من يبدل قضاء الله في عباده؟ من يبدل قضاء الله في عباده؟ قال معاذ بن جبل: إن المؤمن لا يطمئن قلبه ولا تسكن روعته حتى يخلف جسر جهنم. وكان أبو ميسرة رضي الله عنه إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني، ثم يبكي فقيل: ما يبكي؟
فقال أخبرنا أننا واردوها ولم يخبرونا أننا صادرون عنها. وبكى عبد الله بن رواحة فقال آية أنزلت يعدني فيها ربي عز وجل ويخبرني أني وارد على جهنم. واختلفت الأقوال عباد الله عن كيفية ورود جهنم، ولعل الراجح هو الإشراف عليها. قال مجاهد ورود المؤمنين هو الحمى في الدنيا. وروى ابن عبد البر في التمهيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا من وعك حمى شديدة، فقال عليه الصلاة والسلام أبشر إن الله يقول إنها ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا ليكون حظه من النار في الآخرة. والحديث في السلسلة الصحيحة وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا قد خفت، يعني ولا قليل ولا مريض في حمى شديدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم كنت أقول. هذا كان يدعو بشيء ولكن لم يكن يحسن الدعاء، دعا الله عز وجل بشيء يعني ما كان ينبغي أن يدعو به هكذا. ماذا قال؟ قال اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. هذا يدعو ربي، يقول له يا ربي الشيء ديالك باغي تعذبني به في الآخرة عذبني به في الدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله لا تطيق ذلك، أفلا قلت، يعني أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء خير من هذا الدعاء، فقال له أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه الله. فالمؤمن يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. أما عن ورود جهنم فهو الإشراف عليها والاطلاع عليها والقرب منها دون دخولها، فيراها أهل المحشر وينظرون إليها قبل الحساب. قال تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام فلما ورد ماء مدين أي أشرف عليه ولم يدخله. وقال ابن كثير قال خالد بن معدان يقول أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال قد مررتم عليها وهي خامدة. وقال ابن مسعود يرد الناس جميعا الصراط وهو قيامهم علينا ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم. لكن عباد الله ما كل هذا الوجل والخوف والرعب والذي أضض مضاجع الصالحين وهم يتحدثون عن الصراط؟ لأنه عباد الله إذا هوى أحدهم إلى جهنم فإن قعرها يهوى فيه 70 سنة 70 خريفا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله، اسمع هذا جيدا، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة سقوط شيء من مكان عالي، وجبة شديدة سقوط شيء من مكان عالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا 70 سنة وهو يهوي حتى قال فهو يهوي في النار إلى الآن حتى انتهى إلى قعرها. والحديث رواه مسلم. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الصراط وأن يجعلنا من الآمنين. آمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذ دارز العباد لذي الجلال وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال إذا مد الصراط على الجحيم تصول على العصاة وتستطيل فقوم في الجحيم لهم ثبور وقوم في الجنان لهم مقيل. فبعد أن عرف المؤمنون ربهم وقبلها سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا يتساقطون يعطى المؤمنون والمنافقون في ذلك المكان أنوار، يعطون أنوارا ضوء نور لكي يجوزوا بها الصراط حتى أنوارهم على قدر أعمالهم. منهم من يعطى نورا
كجبل أحد، ومنهم من يعطى نورا كنخلة، ومنهم من يعطى نورا في ذلك المكان على قد إبهام أصبعه، يعني نور قليل يطفأ نور تارة ويضيء تارة. فإذا جاءوا على الصراط ينطفئ نور المنافقين فيقفون في ظلمة، وإذا نظروا تحتهم وجدوا النار تلتهب، فيخاف المؤمنون وهم في تلك الحال أن تنطفئ أنوارهم، فيقبلون على الله بالدعاء فيقولون ربنا أتمم لنا نورنا. يدعو المؤمنون فيدعون الله حتى يثبتهم فيقولون ربنا أتمم لنا نورنا. أما المنافقون فيقولون للمؤمنين انظرونا، يعني انتظرونا، أمهلونا، قارعونا، انظرونا نقتبس من نوركم، يعني قارعونا باش تمشوا خلفكم ونقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا إلى المكان الذي قسمت ووزعت لكم فيه الأنوار فلا يجدون شيئا. وفي هذا المقام مقام مجاوزة الصراط ينصب كذلك الحوض، ألا وهو الكوثر الذي وعد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. لنقف على أحد المشاهد من مشاهد الرحمة والحرص للنبي صلى الله عليه وسلم، حرصه على نجاة أمته صلى الله عليه وسلم وسلامتهم. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة. والله يسمع هذا وقلبك خاشع، استعد لسماع هذا الحديث الرقراء، الحديث الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقف على المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال وددت، يعني بغيت، حبيت، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا يا رسول الله أولسنا إخوان؟ الصحابة يقولوا له أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي، إخواننا الذين لم يأتون من بعد، إخواننا الذين لم يأتوا من بعد، هؤلاء الذين آمنوا برسول الله ولكن لم يشاهدوه ولا رأوه في حياتهم. احنا أنتم أيها المؤمنون أنتم إخوان النبي صلى الله عليه وسلم، إخواننا الذين لم يأتوا من بعد. قالوا يا رسول الله كيف تعرفهم؟ كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول علينا أخوتنا وإحنا نستهزئ بسنته ونحن نعيب على سنته صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو أن رجلا له خيل غير محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، واحد عنده خيل يعني محجلة، يعني خيل سوداء وجهها أبيض ورجلها وكلعها ويديها بويدين، وتدخل في مع خيل ما عندها لا غرة لا يعرفها ولا ما يعرفهاش. فقال ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة أي أمته غرا محجلين من الوضوء، غرا محجلين. الغرة هو ذلك البياض اللي يجي في الحصان في وجهه، وذلك البياض الذي والمحجل يعني البياض الذي يأتي في قدمه ورجليه. فيقول يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. ثم قال ألا لا يؤذاذن، يعني وخروا وحدين ما يخلوهمش يشربوا من الحوض، ألا لا يؤذاذن رجال على الحوض كما يؤذاذ البعير الضال، وأناديهم ألا هلم فيقال أي ملائكة تقولون إنهم قد بدلوا بعدك دينك وبدلوا سنتك وبدلوا بدلوا كل شيء. فأقول لهم سحقا. لذلك كان من دعاء السلف قال قولهم اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم حوضه فقال حوضي من عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وآنيته عدد النجوم السماء من شرب شربة لم يظمأ بعدها. أول من يدخله فقراء المهاجرين الشعث رؤوسا الدنس ثيابا. وهكذا أيها المؤمنون قد نكون قد انتهينا من ذكر أشراط الساعة
وقد مر علينا بذكرها شهور، وكذلك أتممنا يعني مشاهد من يوم الحساب. لم يبقى لنا من الخطب إلا الجنة جعلنا الله وإياكم منها، أو التكلم في الخطب في النار أعاذنا الله وإياكم منها. فاللهم اسقنا من حوض نبيك، اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم أتمم لنا نورنا واستر عيوبنا ولا تكشف عوراتنا. ويعني أيها الإخوة الكرام، غدا يعني الشباب ولادنا وبناتنا مقبلين على يعني امتحان شهادة البكالوريا. يعني في الحقيقة وصوني وحدي يعني وبلا وصيتهم، يعني أنا يعني كنت يعني عزمت أن يعني أسأل الله عز وجل وبهذا الجمع من المؤمنين ندعو لهم الله عز وجل أن يوفقهم. الله يسهل عليهم الامتحانات، اللهم سهل عليهم كل صعب، الله يسهل عليهم الامتحانات، والله ينجحهم في حياتهم وفي دينهم وفي دنياهم. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب